سوري لكل واحد كنت ليه سبب في شرخ ما كانش قصدي اسبب التراب يبين فرق. مسكت الفرد هعمل فرز للربارز في الوقت تعمل شر زي كانت برزعت الفجار. قلبكو كان واقف من نبض مجرد اسم ابوكو جه الدم ضخ فيكو لاست فيتو ماسكو ليه نصص بتاع بفصل التوك. شوف ابوك في اليرموك اديته قبضه بشوك حطيته في التابوت والصغير صوته بيعلى لما يشوف ابوه. طب شوف ابوك وانا بديله على البابور. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ المره دي طلعت لكم صوتي اهو تمام. ناس كتير قالت لي يا اسطى شرح وكده في الكتابه مش عايزين، يعني يا ريت بصوتك وكده. المره دي طلعت لكم بصوتي تمام. بص يا برو النسخه طرش الطرش المره دي يا اسطى، النسخه فجره. اسمع يا اسطى الفيديو للاخر يا اسطى، هتعرف حاجات في ومميزات في النسخه دي يا اسطى هتصدمك تمام. بص يا برو انا عمال انزل لتحت يا اسطى. النسخه بتحول يا اسطى لكتير يا اسطى، يعني بتحول ل 2K يا اسطى. بس يا اسطى انصحك ما ترسلش 2K مره واحده، ارسل 200 كده علشان خاطر ما تطيرش رقمك تمام. انا عن نفسي راسل اهو كتير اهو تمام من غير طيران وكده. في الناس بترسل بال2000 كده مره واحده. شايف يا اسطى النسخه طرش الطرش، يعني النسخه مش بتهنك حرفيا من اي حاجه يا اسطى تمام. وشكل الستيت جامد تمام، حاجه يعني جامده كده تمام. يعني شايف يا اسطى شكل النسخه لون احمر، يعني شكل جامد كده. عايز ايه تاني يعني؟ خساره فيها اللايك يعني. لو ما عجبتكش يا عم ما تعملش لايك ولا اي حاجه، منزلها يا عم. لو ما عجبتكش ولا تدوس اشتراك ولا لايك يا عم. لو عجبتك دوس يا عم، ما تبقاش بخيل. عشان خاطر النسختين اللي فاتوا وجابوا الريتش، عشان كده ايه بدات انزل لكم نسخ كتير. منزل لكم شهر 3-4 نسخ يا اسطى فاجرين. فيا ريت بقى تقدروني يا اسطى فاهم. اوريكم شكل الشات في الاخر تمام. شكل الشات هتكون طرش الطرش تمام. والنسخه يا اسطى متعربه كلها والدنيا رايقه يعني بص مظبطك يعني شايف يا اسطى بتنزل لتحت، يعني مش هيجيب لي الاخر يا اسطى. النسخه مش بتهنك حرف. تعالى بقى يا اسطى اوريك الاعدادات يا اسطى. الاعدادات طرش الطرش يا اسطى، حاجه رايقه كده. والاعدادات بص يا اسطى طرش، يعني حاجه جامده والله. مميزات النسخه بقى نخش على خصوصيه بتاع الظهور يعني دي مش محتاجة شرح يعني تمام. الظهورات التوجيه ده خصوصيات البلاصة دي مش محتاجة شرح، يعني اضافات النسخة يا اسطى. مخالفات الواتس بقى ايه لو كانك عندك مساحة وكده يبقى نظفها بعدين انت كده لما تبدأ نسخة الاحتياطي تمام يا اسطى. لو عايز ترقم ملف هكر وكده. وبعدين نخش بقى تغير ستايل يا اسطى. في تغير ستايل نسخة الاستخدام تمام. فعل دي عشان تقدر بقى ايه تفعل الزر اللي فوق يعني وكده. تمام يا اسطى. ودي يا اسطى هتفعله عشان خاطر مثلا لو الصورة بتاخد سكرين او كده ممكن تصغر الصورة شوية عشان خاطر السكرين، وتغير حجم الرسالة وكده. وتغير لون دايرة المتصل برضو تمام. وشعار انه صاحبك متصل يا اسطى. الناس كتير طلبتها هي تمام. تغير مكان الشعار المتصل يا اسطى تعملها فوق يعني تمام. هتفعل ديت يا اسطى وتعملها ايه ظهر اشعار فوق تمام. علشان خاطر مثلا ايه لو حد متصل او كده بيظهر لك بره في الشاشه تمام. وتغير لون خلفيه بقى المتصل يا اسطى. وتغير دايره المتصل برضو. والحاجات دي كلها انا نفسي مش بحب الحاجات دي اصلا. وضافة صوت اشعار يا اسطى. مثلا لو صوت الاشعار بقى عند حد لو رسالك رساله او كده حسب نغمة التليفون تمام. وتغير مكان شعر المتصل وتغير لون الخلفية. مش بحب الحاجات دي اوي يعني. المهم يا اسطى تغير خطوط النسخة يا اسطى تمام. انا مش حاطط الا خط الايفون العريض والعريض التاني بس. اما خط الفارس المرة دي مطفتوش تمام. ممكن بقى يعجبك الخطوط التانية شوية. المهم هنرجع كده ونخش يا اسطى على حركات النسخة. اصل هي المفروض تعملها فاد وكده، بس انا اعملها ديت عشان خاطر النسخة ما تجيبش كراش تمام. تعديل على النسخة بقى يا اسطى. خش هنا تغير النيم الانتر يا اسطى. مثلا لو انت بتكتب رسالة النيم بتاعك هو اللي يظهر، يعني انت هنا ممكن تكتب اسمك بدل اسم عادي خالص. هنا تحط اسمك يعني فاهم. وبعدين يا اسطى استنى كده حط اسمي بس. تغير نيم النسخة يا اسطى. حط هنا اسمك يا اسطى. حط ظبط اللي ده. غير نيم الجروب يا اسطى. اي نيم انت عايزه. تغير نيم المكالمات وتغير نيم الشتات وتغير نيم الستوري. اي نيم انت عايزه يا اسطى تمام. تغير نيم عدات الرومات بقى ايه وفيك شات. وتغير عدد برضو الشتات، يعني هنحط 1257 كده. نطلع كده نشوفوها كده شغالة ولا لا، بس عشان بس اعرفك عادي يا اسطى. الداتا بتيجي عشان خاطر النت بس. اهو يا اسطى اخوات 1257 يا اسطى. نص حرفيا مش بتهنك اصلا. حتى الرقم ده مش هعمل معاه حاجه يعني. انت متخيل
نخش تاني يا اسطى، تغير ستايل النسخة، تعديل على النسخة، تغير عدد التشغيل. خلصنا دي كده اختبار. تمام. نخش بقى يا اسطى على ايه؟ اضافات الفيروس. خش يا اسطى بقى، بص، فعل دولت وانسى التهنيج من اي فيروس. فعل دول وانسى، عيش. زرار قراءة المزيد، وزرار قفل اللينكات، وزرار قفل يا اسطى ده خليه متفعل على طول. تمام، عشان خاطر مثلا ايه، جات الاتصال يا اسطى اللي بتقلب ارقام وكده. زرار تصفية الجروب يا اسطى، وهنا زر بوت كونكتات حرج يا اسطى، تاخد الكلمة دي نسخة بتبعتها يا اسطى، بتبعت كونكت في ثواني يا اسطى. تمام. وايه تاني يا اسطى؟ زرار منشن فيك في الجروب، واكتب رسالة هنا لو ناس عليك في الجروب بقى، هنا هينفعلوا دي لو حد عمل لك منشن يا اسطى هنا هيرد تلقائي عليك. مثلا نكتبه ايه؟ ما تعملش منشن تاني ليا اخو، وتفعل الزرار ده. انا كده كنت عايز اصلا ابعت رساله في جروبات مشرفين، وهنا زرار انهاء الرومات، وهنا زرار رساله يا اسطى، هات التوجيه وكده. تمام. وزر الغاء منشن فيك في الجروب يا اسطى. وتاني وادمن فيك يا اسطى، وزرار تفيك الشتات، حظر ارقام لو حد الناس بتحذر وكده، وزرار حذف الرسائل في النسخة التلقائية يا اسطى، وزرار حذف كونكتات، وزرار رفع المعالج من التهنيج، وعمل ريب في توثيق الجروبات، وحذف جمال استوي يا اسطى في ثواني. برو نسخة طرش يعني اسمع مني، نزلها مش هتنزل. نخش اسطى اضافات النسخة بقى. هنا عمل السيت زي انستجرام، نجرب كده السيت انستجرام. انا اصلا مش بحبه برضه، بس نوريه لكم اهو يا اسطى. نسخة طرش برضه، اللون الاحمر فاجر يعني، لون رايق برضه. نخش يا اسطى عمل السيت زي انستجرام، نعمله عادي بقى. تغير شكل الصفوف بقى، اي صف انت عايزه. تمام. في فصل الشات على الرومات يا اسطى، وهنا بقى يظهروا الاونلاين. تمام. وهنا فتح جزء حساب، وهنا ضغط علامة الطيران، وتعطيل الضغط على كلمة توثيق فوق، يعني لما في الارشيف وكده. حدد مكان في الشات يا اسطى، مكان هيبقى فوق يعني. فعل ده عشان لازم الزرار اللي فوق يشتغل، يعني لو قفلته فوق مش هيشتغل، لازم تفعل. تغير لون رسالة الشات بتاعتك يا اسطى ما تلعبش فيهم. لون الشات طرش من غير اي حاجه. هنروح دلوقتي نوري لك لون الشات، ونضغط لايك يا اسطى، بدل اللايك تحط قلب اي حاجه انت عايزها. تمام. وتغير لون الاستيكر بقى، وضاف التذكر في الشات يا اسطى، لو عايز تذكر في الشات هتضيف ديت. تمام. وزار البيو بتاع صاحبك هتدوس ليها برضه يا اسطى. تعالى بقى يا اسطى نوريك شكل الشات الطرش. شكل الشات يا اسطى حرفيا، بص يا اسطى، يعني انا مش عارفه اقول لك على شكل الشات طرش يعني، بس يلا اخش اوريهولك. شايف يا اسطى شكل الشات طرش والله، شكل الشات طرش حاجه جامده كده. المهم يا اسطى يا دنيا، بدل ما نعمل كده شات، استنى كده اخش تاني. المزيد كلير شات. شايف يا اسطى شكل الشات طرش حاجه رايقه كده يعني. حرام يعني لو لسه عندك ما عملتش لايك، يعني لايك اشتراك، اول مره تشوفني انا من الاشتراك يعني، مش هتخسر حاجه. شكل الشات طرش يا اسطى يعني. تعالى بقى اوريك يا اسطى، حتى اللون نفسها متبعتها، لون الفقاعه جامده يعني، مش اللي هي تكون غامقه حمرا خالص اخضر خالص كده. شايف يا اسطى حاجه شفافه. شكل الشات طرش حرفيا يعني. ايه يا اسطى تاني كده؟ خلاص مفيش حاجة تاني نشرحها يا اسطى. النسخة حرفيا مش بتهنج يا اسطى بتوع الشير يعني، حاجة فجرة خفيفة يا اسطى، النسخة جامدة. فاضل كده ايه يا اسطى اوريكم الاباوت النسخة صبر. شايف يا اسطى الشات يا اسطى، النسخة بتنزل يا اسطى قد ايه يا اسطى، النسخة بتنزل قد ايه يا اسطى، مش ولا بتجيب حرق ولا بتجيب اي حاجة يا اسطى، وانا بتكلم منها وبرد على الكل، مش بتهنج يا اسطى من اي حاجة نهائي. اقسم بالله يا اسطى مش بتهنج، واسمع مني والله يعني، نزلها على ضمانته. لو هنجت معاك او جابت فرشت على اقولك، انا بنزل لك كل يا اسطى، بنزل اي نسخه بضمان على طول. فالمهم يا اسطى النسخه قدامك الطرش هتنزلها ومتنزلهاش حاجه تخصك. المهم يا اسطى تعالى بقى، ونسخه من غير باسورد يا جماعه، نفسك يا عم. عايز بقى يا اسطى نوريكوا شكل الشات برضه في الجروب اهوت. هو تمام.
حاجة جامدة. أوه، مش عارفة اقول لكم ايه، جامدين النسخة دي طرش الطرش بصراحة كده يعني. طلع بوريكم شكل الاباوت النسخ. اباوت النسخة دول اخواتي بقى، ايه، كابوس، توينز، كليبر، سفاح، سمباير، وهنتر، حاجات جامدة. دول اخواتي الجيرل بقى وكده، فحاجة جامدة. تعالوا سجلوني يا عم، واضيف اسمكم تاني يا عم في النسخة الجاية يا عم كده. اصلا النسخة يعني خلاص، النسخة من غير باسورد يا حب، متنساش بقى لايك وشير وتعليق حبك.